الناشط السياسي أحمد دومة. أحمد، يعني بعض المحامين يعني قالوا سنقدم بلاغات ضد أحمد دومة. أنا عاوزك بس توضح موقفك من هذه التصريحات يعني. طيب، يعني ببساطة شديدة أنا بداية في غاية العجب من هؤلاء الرجال الأشاوس الذين خرجوا ليرفعوا ويقدموا بلاغات ضد أحمد دومة، لأنه اعترف بأنه لم يرضى أن يلقى عليه الرصاص هو وأصدقائه وتنتهك أعراض الفتيات والنشطات اللي معاهم، لكن أصبحوا رجالا وفجأة بعد ما سموه باعتراف أحمد دومة. لكن عندما رأوا مشاهد القتل والتخريب والمولوتوف الملقى من ضباط وعساكر قوات مسلحة من فوق سطح مجلس الشعب، وعندما رأوا البنات تهتك أعراضهم، وعندما علموا أيضا بأن هناك تقريبا 600 واحد وواحدة في مجلس الشعب إلى هذه اللحظة، منهم 3 ماتوا امبارح بسبب الاعتداء الجنسي المستمر، لم أجد. لا يا أحمد بس عايزين نحدد يا أحمد، إذا في 3 ماتوا مين هم، أسمائهم إيه؟ يعني احمد انا مش عاوز اللي يسأل عن ده يا استاذ وائل، اللي يسأل عن ده اللي حابسهم وبيعتدي عليهم جنسيا. يا احمد خلينا بس لو سمحت يا احمد، خلينا يعني ننتمي، احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده، خلينا ننتمي لمدرسة الدقة. اذا في 3 ماتوا قول لي اسمها كذا وكذا واسمها كذا يعني وكذا واسمها كذا، انما ما ينفعش اقول 3 ماتوا كده. اول ما المجلس العسكري يسمح لنا او يسمح حتى للنيابه انها تدخل وتعرف اللي جوه، هنبقى نطلع. طيب هو احمد بس ردا على الكلام بتاع امبارح، الاعتراض على انه هل من حق المتظاهر، احمد بس خليني اسالك، لا الاحتجاج على انه هل من حق المتظاهر السلمي ان يستخدم المولوتوف ويلقيه على ضباط وجنود الجيش؟ طيب انا هجاوب، لكن اسمح لي تبقى الاجابه من غير مقاطعه، عشان خاطر الاجابه امبارح قعدت تتقطع 20 مره وقعدوا ينشروها، فعشان تبقى الاجابه واضحه هكرر الكلام اللي قلته امبارح. نعم، نحن رددنا على طلقات الرصاص التي كانت تلقى علينا من اعلى مجلس الشعب ومن الدور الارضي تحديدا في شرفات الدور الارضي في مجلس الشعب. رددنا على طلقات الرصاص بالمولوتوف. ليس من المنطقي ابدا في هذا العالم ان يقول احد بانني اقتل على يد مجموعه من المجرمين وليس من حقي الدفاع عن نفسي. انا وغيري من الزملاء دفعنا عن نفسنا امام الرصاص وامام كل ما كان يلقى علينا بالحجاره وبالمولوتوف، وهذا ما سيحدث مره اخرى اذا تكرر هذا الاعتداء. نحن لن نقف مكتوب في الايدي امام قتلنا وهتك اعراض نسائنا. طيب احمد، اخرى وليفعلوا ما شاءوا من بلاغات ومن تفاهات في رايي. احمد خلينا نسمع دكتور سالم محمد سالم، وهو اللي قال انه سيقدم البلاغ هو ومجموعه من المحامين. دكتور سالم اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، ازي حضرتك؟ دكتور سالم، اهو ده تفسير احمد دومة، هو بيقول من حقه ان يدافع عن نفسه. يا استاذ وائل، اولا ايه تعريف احمد دومة؟ من هو مع احمد دومة في جمهورية مصر العربية؟ لا يعني خلينا بس، هو احمد ناشط سياسي وسجن في عهد النظام السابق، يعني خليني احفظ له حقه. سجن في عهد النظام السابق، في عهد انور السادات، واخد بال حضرتك، ولما استخدم المولوتوف ولم اتحدث عن الجيش واقول ان الجيش مجرمين وقتله وانا برد على المجرمين. من هو هذا احمد دومة الذي يعتدي على الجيش ويقول انا صنعت مولوتوف وضربت بالمولوتوف ويعترف امامك وامام التلفزيون وامام العالم، وبنقول عليه ناشط سياسي وبنقول عليه بطل ولازم نقف نسقف له؟ من هو هذا احمد دومة؟ هذا لابد ان يقدم للمحاكمه، زي ما احنا بنقول نجيب قتله المتظاهرين ونجيب القوات الجيش اللي ضربت ونجيب هؤلاء الذين يدعون انهم ثوار، نثبت ان كانوا هم ثوار ام هم يعني مش عايز اطلع من القضيه لكن انا بقول انا بستشهد. لا هو دكتور سالم، يعني انت شايف لما حضرتك، وهستاذنك هاخد التسجيل وهقدم بلاغ للنائب العام. كل من يعتدي او يحاول يعتدي على اي مصري سواء متظاهر سواء من قوات الجيش، مفيش حد يعمل بطل على بطل، مفيش، مش عايزين نخش ما انتش قوه قصاد قوه. لا انت شايف انه ده سامعني؟
دكتور سالم، انت شايف انه يعني ما قاله احمد يخضعه للمساءلة القانونية؟ يعني شايف انه ده قانونيا يعني يتم تجريمه ويخضعه للمساءلة القانونية؟ يا استاذ وائل، انت حضرتك اما حد يطلع عندك ويقول ان انا صنعت الموتوف وضربت على قوات الجيش، ما يقوليش بقى بحمي نفسي او بحمي الثوار او بحمي، انا بقول انا هو بيقول لك انا بعترف، هو الراجل بيتفزلك وبيتفشخر وعايز يعمل فيها سائل وثورجي، وعشان يطلعوا يسقفوا له في الجلسات اللي بيعملوها ويقول لك انا صنعت الموتوف وضربت على الجيش، النهارده جاي بيقول لك اصل انا برد على اللي كانوا واللي عملوا، الكلام ده كله ما عادش، البلد عايزه تهدى شويه، هم الافنديه اللي 6 ابريل و7 اكتوبر واللي طالعين فيها اليومين دول دخلوا الانتخابات وفشلوا فشلا ذريعا، مع احترامنا بقى مش عايزين نقول بقى قوى اسلاميه وقوى اثاريه وقوى ليبراليه، انا ليبرالي، انا يعني لا مع القوى الاسلاميه ولا مع اليساريين، انا ليبرالي، انا مدني، انا بدور على البلد دي، مين اللي هيقف مع البلد دي؟ امتى هنقعد نطبطب على الشباب دول يا استاذ وائل ونعمل لهم ثوار وابطال ويقعدوا يحرقوا في البلد كل يوم واحنا قاعدين؟ لامتى يعني الكلام ده هيحصل؟ لامتى هنصبر؟ لامتى هيطلعوا من الاستديو للاستديو ونقول دول ثوار ونشطاء سياسيين ياخدوا المؤهلات بتاعتهم منين؟ مين اللي بيقول عليهم ناشط سياسي؟ عشان اتحبط فيهم ولا اتضرب قلم بقى ناشط سياسي؟ انا بقول طيب دكتور سالم، يعني خليني بس عشان انهي هذا الجزء، هو دافع عن نفسه وقال انه يعني كان يدافع عن نفسه بهذا الهجوم بالمولوتوف. في كل الأحوال بتوجه إليك بالشكر، ولأحمد دومة أيضا ألف شكر، مستشار أحمد العرابي أيضا ألف شكر.